أسعد الله مساءكم بكل خير. قالوا لك بيشرب سجاير. الدولة المصرية بتاخد 100 حاجة ومش عارف كام مليار جنيه ضرائب على السجاير، بتعمل منها المشاريع القومية. ها، وبتعمل منها فايدة إيه للسجاير. رؤساء الدول كان في منهم كتير بيشربوا سجاير. ارجعوا الفيديوهات كامب ديفيد، هتلاقوا الرئيس السادات قاعد بيدخن، والبتاع مش عارف ايه الكيان قاعد بيدخن، والرئيس الامريكي قاعد بيدخن. ها، زمان في العربيات اللي هي كانت بتاعت السبعينات والثمانينات كان في طفاية سجاير في كل باب، وفي التابلو بتاع كل عربية، فرنساوي بقى امريكاني مش فارقة. في الطيارات كان في تدخين، الناس كانت بتشرب سجاير جوه الطيارة. طيب، فإن كانت هي حلوة أو وحشة، أنا مش بدعو للتدخين، ولا إن كانت السجاير حلوة أو وحشة، تمام، فمش هي الموضوع. يعني حتى لو هي خطأ شخصي لرجل قال عليها إنها مش خطأ أصلا، اعتقاده معتقد وكان غلطان في حاجة، ركز في اللي يفيدك في المهم. هو ما قالكش اشرب سجاير، هو قال لك حاجة تانية خالص. قال لك ايه بقى؟ قال لك كله تل، صح كده؟ هو انت يعني يا بايخ كنت مستني الدكتور ضياء عشان يجي يقول لك كل شوكولاتة؟ ده احنا بقالنا 150 ده احنا فوازير رمضان في السبعينات والثمانينات والتسعينات كنا بنشوف اعلانات الشركات، اللي هي بتاعت الموسيقى المشهورة دي، بتاعت كادبوري، ها، وسنيكرز، ومندولين، وجالاكسي، و حتى بتوع الكيتو بتوع الدايت قال لك الدارك شوكليت هي الحكايه وكلها وما فيهاش ضرر. احنا كنا مستنيين دكتور ده عشان ناكل شوكولاته؟ ده احنا عندنا اكبر مصانع شوكولاته في العالم، ده احنا متهيألي اكتر شعب بياكل الشوكولاته. ده غير اوروبا طبعا، في دول قايمه، يعني قائم الاقتصاد بتاعها على الشوكولاته زي سويسرا مثلا، وفرنسا، مدينة زي بورسعيد لما كانت فيها الأسواق الحرة كانت عبارة عن شوكولاتة بس. فانتوا مستنيين دكتور ضياء وكلكم بقى بتهاجموا ازاي يقول كده؟ ناكل شوكولاتة؟ شوكولاتة مفيدة؟ لا والله. انتوا كنتوا يعني عايزين تفضلوا طول عمركم بتعملوا حاجة غلط وحاسين انها غلط. شوكولاتة، الواحد بياكل شوكولاتة ويحس بالندم بقى وبتاع. يعني نبطل تفاهة يا جماعة، نبطل تفاهة. الراجل ما اتكلمش، الشوكولاتة دي نبات بيتطحن زي البن كده وبيتحط عليه سكر. فالراجل قال لك النبات الطبيعي ده ما فيهوش مشكله، اللي هو مركب الشوكولاته والسكر. كان عنده راي مخالف لكل الكوكب، وبيقول لك ان السكر ده اللي بيدوب في المايه ده ازاي يعمل تكلسات ولا مش عارف ايه ولا بتاع. ده جسمك، مخك بياخد 8 كيلو يعني جلوكوز اللي هو السكر يوميا، والسكر هو البنزين بتاعك. لو انت عربيه فانت عربيه بنزين، هو السكر بنزين حضرتك، هو الطاقه. تاكل نشويات، تاكل مش عارف ايه، تاكل ما تاكل، بيتحول لسكر وبيتحول لجلوكوز في الاخر. اه صحيح، وكملت الاعلانات وكيت كات وجيرسي. كيت كات دي كنت بحبها قوي. ده المفروض شركات الشوكولاته دي تعمل تحط صوره دكتور ضياء على على الشوكولاته، على بارات الشوكولاته، وتعمل له تمثال في مدينه الشوكولاته. ده يعني عمل لهم اعلانات للصباح الباكر هم بتوع السجاير. وبعدين يعني احنا يعني مش عارفين نمنع غير عيادة الدكتور ضياء، فيديوهات الدكتور ضياء، كلام الدكتور ضياء، لكن مش عارفين نمنع مثلا السجاير من البلد. لو احنا بنحب يعني نخاف على صحة البني ادمين وبتاع، كنا منعنا السجاير. احنا مش كاتبين عليها هي مضرة للصحة وتسبب الوفاة؟ طالما احنا بنخاف على المجتمع والناس، ما نمنع السجاير ونمنع الخمور كمان. ما الخمور بتسبب تليف مش عارف ايه والبتاع، مش ليها اضرار؟ مع الوقت نمنع كل شيء يا جماعة ينفع يضر. يعني طالما الموضوع فيه ضرر نمنع بقى كل ما ضر يعني. لكن طبعا يعني احنا عمرنا ما هنمنع الحاجات دي، لان احنا فاهمين اللي فيها. المهم نتكلم في المفيد. قال ايه تاني بقى غير السجاير والشوكولاتة اللي مش عاجباكم؟ قال على شوية. هو نظرية الراجل اساسا كانت بتقوم على ايه؟ اللي سهل هضمه سهل اخراجه، مش هيشغل جيشك المناعي، ف
حضرتك هتبقى عندك وقت، جسم حضرتك هيبقى عنده وقت انه يرمم ويصلح اللي حضرتك افسدته، او اللي الزمن افسده، او اللي الهواء افسده، او اللي الفيروسات افسدته. دي بروفة على فكرة. يعني الراجل ده جه في الوقت ده، ما جاش كده عبثا. ربنا ما بيعملش حاجة عبثا، ما بتعديش كده. نركز يا جماعة، احنا سنة 2020 كلنا قعدنا في بيوتنا، خايفين، لابسين كمامات، بنرش على اي حد يخش البيت، كلور، والبتاع التاني اللي كنا بنرشه ده سبيرتو، صح؟ يقول لك في هانتا جاي. العالم يتغير من حولنا. امريكا اعلنت وطلعت وثائق عن الكائنات الفضائيه. مم؟ هل تظن ان العالم الذي تحيا فيه سوف يستمر كما هو أه؟ في الاعوام المقبله؟ think again، فكر تاني. في حاجات كتيره بتبتدي تتضح وتبان مع الوقت. فما تتشبثش بحياتك الروتينيه، وهتروح الصبح تكلم مدام عفاف، وانت زميلتك هتديكي اسفين في الكول سنتر اللي انت شغاله فيه، ها، ومش عارف مين مستني الدرجه العلميه، ومين السي او الجديد بتاعه قارش ملحته وناوي يطيره عشان يفك بمرتبه ثلاثة، وهندخل ولادنا مدارس ناشونال ولا انترناشونال عشان نتنك على قرايبنا. وبالنسبه للقرى العيله كلها مش هتبقى لاقيه تاكل، بس هنعمل مهر بنتنا والشبكه بتاعتها 3 كيلو ونص ذهب و2 قيراط الماظ. ركزوا يا جماعه، يعني نركز في الحاجات اللي هي المهمه. وكفايه تفاهه. هتمسك برو 13 ولا 18، وهم كل ما انت تمسك اخر موديل يروح منزلين لك موديل تاني بعديه ب5 دقايق، في موديل تاني بعديه ب9 ثواني، وحضرتك قاعد بتلهس عشان خاطر من غير الموديل الجديد هيتقال عليك عبيط مثلا، او اهبل، او مش، او برستيجك هيقع. يا جماعة نركز في ان احنا نبني نفسينا، نبني شخصياتنا، نتعلم، نتثقف، نتفرج على الدنيا، نفهم حاجة، نبتكر حاجة، يعني نضيف حاجة للدائرة المحيطة بينا. نبطل بقى موضوع الأكل والتلاهي في مسألة متاع الغرور اللي احنا اتوجدنا فيه ده. مش كلام درويش، كلام يسهل علينا كلنا كمجتمع الحياة. المجتمعات الأوروبية اللي احنا بنحاول نتشبه بيها كلها ما عندهاش العقد بتاعتنا دي. مش لازم آخر موديل ولا أحسن حاجة، وعندهم أسواق الحاجات المستعملة اللي احنا بنستورد منها البالة اللي بنقعد نلبسها ونتنك على بعض عشان براند، وهي جاية ب 200 جنيه أصلا، وهي ب 19000 جنيه في التوكيل. نركز يا جماعة فينا، احنا وصلنا لفين، بقينا شكلنا عامل ازاي، بقينا بنتكلم مع بعض ازاي، أجيالنا الجديدة تصرفاتها ايه، أشكالها ايه، ايه اللي بيتزرع فينا، مسلسلاتنا بقت شكلها ايه، اغانينا بقت شكلها ايه، شوارعنا بقت شكلها ايه. هو ده اللي احنا المفروض نركز فيه، ونصلح في نفسينا، اه ونساعد بعضينا. مش نركز في التفاهات وفي الخزعبلات، اه وفي في الحياة اللي احنا قاعدين بنلف فيها دي، مستنيين ان احنا نخرج على المعاش بكرامة، وفي الاخر واحد يجي ياخد فلوس المعاشات يلعب بيها قمار، ولا يضرب بيها في البورصة وتخسر. نركز يا جماعة، الله هو الحافظ وهو الكريم واللي بيأمننا. نحاول نثق في ربنا شوية. مش كل حاجة احنا اللي هنعملها وهنأمنها وهنظبطها وهنوضبها، ها، وفي نفس الوقت نخف شوية العقد والكلاكيع اللي عملناها في حياتنا دي، اللي هي مش موجودة في أي حتة في العالم غير في مصر. يا ريت نركز في المفيد. وبعدين يعني ربنا لما نزل الدين قال من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. فما نوجعش قلبنا في ان احنا نقعد نجادل في بعض ونقنع في بعض. يا جماعة اللي عايز ياكل حاجة ياكلها. يعني هو الدكتور ضياء بصراحة فيه 3 4 حاجات كده من اللي هم الحاجات اللي هم سوق سكسي. محشي ورق العنب، البطيخ وهو ساقع في التلاجة بتاع الصيف، المانجا العويسي والكرتونتين بتوع اسماعيلية،
الحاجات دي يعني حازة في قلبنا أوي. يعني الناس من حقها إنها تعديه في الحاجات دي بصراحة. لكن هو الراجل كان بيتكلم لمصلحتك، أنت عايز مصلحتك براحتك، مش عايز مصلحة. أما في ناس يا جماعة بتشرب سجاير وعارفة إن السجاير مضر، عادي. وفي ستات طول النهار بتضرب في شوكولاتة وهي عارفة إن الشوكولاتة هتتخنها وهتبوظ لها بشرتها وهتدمر لها هرموناتها، شغال. وفي ناس بتعشق الكوكو، ما ياكلوا كوكو، ما تقرفوناش يا جدعان. يعني حابب البيض اديها بيض. هو انت صحيح بتعبق لنا الاتموسفير كله، بس يعني براحتك، انت حر ما لم تضر. خلاص. لن ينتهي شيء في الارض. يعني لو الناس كلها وثقت وايقنت من صحة ما يقول هذا الرجل، تلاقي برضه ناس متنحة اللي هو اباه. وفي ناس معهاش فلوس اصلا، فمش هتتبع نظام غذائي، يا دوبك عارفين ياكلوا العيش بالفول وخلاص يوميا. وفي ناس لاهيه، وفي ناس مش متابعه، وفي ناس مش واخده بالها، وفي ناس مش عايزه تاخد بالها، وفي ناس ما يعني ما كده كده الناس مش هتتغير. اللي, اللي احنا اتعودنا عليه، ها، في نمطنا الحياتي والغذائي، صعب انه يتغير لناس كتير قوي. فكده كده، ها، اللي هيستمع لهذه الدعوات ويجرب ويلاقي نفسه مستريح، تمام. اللي مش عاجبه الحكايه ومش عاجبه الراجل ومش عاجبه الموضوع ومش عاجبه صوته، اللي هو ده الجهوري الذكوري الواثق خلاص تمام. يعني كل واحد ينام على الجنب اللي يريحه، تمام. لكن ما تطلعوش تقولوا بقى الراجل مش عارف ايه وبتاع. الراجل حط 10,000 دولار وقال اي حد يجي يناظرني، محدش ناظره وهو عايش. خلاص. ما طلعتش ولا حالة قالت انا توفيت ولا اتضريت ولا اتعملت وهو عايش. والمجلس التأديبي ده كان من اجل ارائه، واتوقف من اجل ارائه، مش من اجل حالة توفت ولا مش عارف ايه. فبلاش رمي البلا على شخص رحل وما بقاش في عالمنا. خلاص. وكل واحد ينام على الجنب اللي يريحه. اللي عايز يشرب سجاير يشرب، اللي عايز ياكل شوكولاته ياكل، اللي عايز ما ياكلش الحاجات اللي قال عليها ما ياكلش، اللي عايز يخلي باله من صحته يخلي. كل واحد يقدر يتصرف بالشكل المريح ليه بدون تجاوز مع الآخر، وبدون الفتنة اللي حاصلة دي والتراشق. خلاص. أنا شايف كده. تحياتي. تصبحوا على خير.